كيفاش دري عنده 17 عام يقدر انه يخترق تويتر ايلون ماسك بغير بمكالمه. تخيل معايا في وسط 2020 العالم كامل كان عايش في الرعب ديال كورونا، والناس ما بقاتش كتقلب في التلفازه، كلشي جالس كيخدم في تويتر يوتيوب وفيسبوك. واحد شويه ايلون ماسك كيغرد صيفط لي $2000 ديال البيتكوين، ردها لك $2000. بعدو باراك اوباما، بعدو جيف بيزوس، وبعدو ابل، وبعدو اوبر. العالم تصدم، شنو واقع؟ واش هذه شي حرب الكترونيه؟ روسيا، الصين، كوريا الشماليه، ولا شي جهاز استخباراتي خطير؟ ولكن المفاجاه ماشي بالاختراق، المفاجاه الحقيقيه كانت فاش عرف الاف بي اي شكون ورا هاد العمليه. ماشي جيوش الكترونيه وماشي قراصنه عالميين، غير واحد الدري صغير عنده 17 عام لابس شورت وجالس في دارو وقدر انه يطيح اقوى الانظمه الامنيه اللي كاينه في الكوكب وغير بكلامه ديال التليفون. اليوم غادي نعاود لكم القصه ديال جراهام، الدري دار اكبر فضيحه في تاريخ تويتر والسيليكون فالي. جراهام ما كانش عبقري، وانما البدايه ديالو كانت في واحد البلاصه غريبه، كانت في ماينكرافت. كان كيلعب وكيقلب على طريقه يربح بها الفلوس السهله. صيفط ليه $20 نعطيك سكين نادر. الضحيه كيصيفط ليه وجراهام كيهرب. من هنا تعلم اول درس في النصب. من بعد انتقل لواحد عالم خطير سميتو السيم سوابينغ. كان كيسرق ارقام ديال الناس، كيدير تحويل ديال النمره لتليفونه هو، وكيرجع قادر انه يدخل الحسابات ديالهم البنكيه وحتى الحسابات ديال الكريبتو. دير فلوس بزاف، شرى طوموبيلات روليكس، وهنا بدات كتبان له الدنيا ورديه. ولكن طمع طاعون. جراهام بغى يضرب الضربه الكبرى وبدا كيحلم بالهوته الكبيره واللي هي تويتر. هنا كتجي اللحظه اللي كتورينا شنو يعني الاختراق الحقيقي. باغي تعرف كيفاش دخل جراهام لتويتر؟ واش برامج، واش اكواد، واش ادوات متقدمه؟ لا، استعمل اخطر سلاح في العالم الرقمي واللي هي الهندسه الاجتماعيه. جراهام قلب على موظفين في لينكدين، لقى الاسماء ديال الناس اللي خدامين داخل تويتر، شد التليفون بدا كيعيط: السلام عليكم، معكم الدعم التقني، راه عندكم مشكل في الفي بي ان، خصنا الكود باش نصلحوا لك الكونت. الموظف تيق، عطاه المعلومات وعطاه الوصول بحال الا عطاه الساروت كامل ديال البوابه ديال الموظفين. ومن هنا جراهام ولا قادر انه يدخل النظام ديال تويتر، وماشي دخول عادي، كان عنده الصلاحيه كامله ديال تويتر. هذا الوضع كيخلي انه يدخل اي حساب، يبدل المود باس، يشوف الرسائل، ويدير اي حاجه. تخيل دري صغير ولا عنده هذا الوصول كامل لتويتر. نهار 15 يوليوز 2020 جراهام جمع صحابو، جوج دراري تعرف عليهم في الانترنت، وبداو العمليه. الخطه في الاول كانت بسيطه، انه يبيعوا داك اليوزرز اليوزر نيم العادي النادره بحال البي ولا جو بواحد المبالغ ضخمه. ولكن جراهام قال: علاش نبيعوا يوزرات وانا عندي حساب ايلون ماسك؟ وهنا بدات الكارثه. طمع سيطر عليهم، بداو كيدخلوا للحسابات الكبار بحال ديال باينانس ولا الكوين بيز، ابل، اوبر، ايلون ماسك، اوباما، بيل جيت، وكل واحد كيحط نفس تويته. صيفط لي $1000 من البيتكوين، ردها لك $2000. تويتات بدات كطيح بحال الشتا. الموظفين ديال تويتر تخلعوا، كل دقيقه كيمسحوا التويتات وجراهام كيرجع يكتبها. العالم كامل بدا كيقول: واش ان تويتر تعرض لشي هجوم الكتروني؟ واش شي حرب الكترونيه؟ واش روسيا دخلات؟ ولكن الحقيقه اغرب من الخيال. هاكر قصير كيلعب بهم. تويتر باش يوقفوا النزيف داروا واحد الحاجه اللي مستحيله: سدوا تويتر، منعوا اي حساب موثوق باش انه ينشر اي تغريده. العالم كامل وقف، حكومات، شركات، الصحافه، كل شيء ما كانش قادر انه يدير شي حاجه. في ديك الليله جراهام جمع تقريبا $117,000 في البيتكوين. بالنسبه للدري عنده 17 سنه راه مبلغ كبير، ولكن بالنسبه لحجم الجريمه راه ما كتبانش كاع. هنا دخلت الاف بي اي، وباش تعرف ان جراهام ماشي شي هاكر محترف، خلى واحد الادله موراه. كان استعمل واحد الصوره ديال بيرمي حقيقيه باش انه يتحقق من المنصات ديال باينانس وديال تويتر، دخل من الويفي ديال دارهم، وخلى واحد الاثر في ديسكورد وتليجرام. اقل من اسبوعين البوليس شدوه في دارو في فلوريدا، لقاو عنده اكثر من 300 بيتكوين في ديك الساعه كتعادل الملايين. تم الاعتقال ديالو، تحكم 3 سنين وداروا في مركز اصلاح القاصرين. وهذه القصه ديال جراهام بينت بان واحد الحقيقه خطيره، ان اضعف حلقه هو العنصر البشري، ماشي الانظمه. تقدر تكون انظمه قويه، ولكن العنصر البشري يقدر يكون سهل انك تخترقه. مكالمه وحده ولا شي حاجه بحال هكا. وإلا عجبتكم القصه وكتسناو قصص اكثر على الجرائم الالكترونيه والدارك ويب الدارجه وداك الشيء وقصص، ما تنساوش لايك، ابوني، تهلاو في راسكم.